السلام عليكم. صبري نخنوخ اتقبض عليه. اتفاجئتوا؟ ايه المفاجأة دي؟ طالعين الاعلاميين كلهم وكل النشطاء وكل البلوجرز طالعين بيتكلموا عليه وان صبري نخنوخ بلطجي واتقبض عليه ودولة القانون واحنا دولة القانون ومفيش حد فوق القانون. مستني حد يقول حاجة واحدة بس ما اتقالتش، فقررت انا اطلع اقولها. هو انتوا ما كنتوش تعرفوا ان صبري نخنوخ اتقبض عليه في 2012 بنفس التهم، نفس التهم دي، وخد 25 سنة سجن؟ دي مفاجأة، وخد عفو صحي على اساس ان هو تعبان، يعني حاجة غريبة. انتوا اتفاجئتوا ان هو بلطجي. هقول لكم على معلومه، صبري ده النخنوخ كان واخد 25 سنه، لو كان السنه الجايه، لو كان فاضل محبوس السنه الجايه كان يطلع براءه، لانه بقى له 24 سنه طلع وبنى امبراطوريه من البلطجه. طب احنا كلنا عارفين، انتوا ليه متفاجئين؟ ليه؟ حد هيطلع دلوقتي يقول لك ايه؟ ده بيغلط في الرئيس، اصل الرئيس اللي طلعه. والرئيس ماله؟ هو الرئيس هو اللي هيبحث حالات الافراج الصحي؟ هيروح يكشف عليه بنفسه يعني؟ ولا بيديله تقارير؟ الراجل ده الاجهزه، ايوه انا بتهم الاجهزه، مش هقول ان هي ضللت الرئيس، بس هتهم الاجهزه ان هي ما قالتش الحقيقه. ده شكل واحد طالع افراج صحي؟ يا جماعه احنا ليه متفاجئين قوي كده؟ الراجل بلطجي. سعد الصغير طالع في برنامج يقول ايه؟ برنامج قديم، بيقول لك صبري نخنوخ ده بيعمل ايه؟ بيجيب لو واحد اتنصب عليه بيجيب اللي نصب عليه ويروح مدخله للاسد ويقول له لو ما جبتش الفلوس هخلي الاسد ياكلك. قال كده علني في برنامج كبير قوي. فالراجل معروف ان هو بلطجي، لا عنده اثار ولا عنده سلاح ولا عنده نمور ولا عنده اسود ولا عنده بلطجي. وعلى فكره في نخانيخ كتير قوي موجوده، مش ده بس، في نخانيخ كتير قوي لسه موجودين. فاحنا بنطالب العداله، وتحيه كبيره لوزاره الداخليه طبعا. احنا بنطالب العداله ان هي تاخد مجراها مع كل النخانيخ اللي موجوده. مصر كلها بقت نخانيخ يا جماعه. دي كانت حلقه بسيطه كده بقول لكم ان صبري نخنوخ في السر كان محبوس قبل كده بنفس التهم، مش تبقوا عارفين بس، فالموضوع مش مفاجاه. هشوفكم الحلقه الجايه.